السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. مبدئيا أنا أقسم بالله ما كنت هعمل الفيديو ده خالص. موضوع العروسة بتاعت كفر الدوار والعريس اللي قلب الدنيا بقاله يومين اتنين. أولا الولد ده صنع الترند. أول حاجة عملها راح يتفق مع بتاع الكوافير وقال له أنا عايز أعمل ترند. طلب منه مبلغ يعني عشان يعرفوا البنت هتكلف كام. ضرب له رقم، قال له مش مهم انا عايز ترند. ده اول حاجه. بعد كده لما راحوا والبنت عملت الميك اب ولبست الفستان، هو داخل من بره، البنت متوتره وعماله بتخبط مش طايقه من قبل ما تبص في وشه. هو داخل بقى قال له صور يا عم صابر. عارف ان هو داخل لابس اللبس اللي هيستفز البنت والليله وعامل حسابه على الترند. كل شويه يقرب من البنت تنفر منه وتزقه، البنت مش طايقاه. طيب انا قبل ما اتكلم على البنت هقول مبدئيا كده هو كان عارف هيعمل ايه. بعد الفرح ما خلص راح عمل صفحه مخصوص وصور فيديو هو واصحابه في السوق وهو بيقول يا رضا يا بحراوي انا هعمل ترند وهبقى اكتر منك، انت في الشمال ولا في الجنوب، استناني. واحد عارف هو هيعمل ايه. اللي بيقولك انا ما اعرفش الصور والفيديوهات انتشرت ازاي ودمروا لي نفسيتي وقعد يعيط قدام مواقع الاخباريه والناس تقول لي ده واد غلبان حرام عليكم سيبوا الناس في حالها. وبعدين ده انا جايب لها شبكه ب 30,000 جنيه ورحت عملت لها الميك اب ارتست وجبت لها الفستان وفرحتها، وبصوا شوفوا انا لابس دبله ب 40 جنيه ويقعد قدام الكاميرا. ما كانش معايا ان انا اشتري بدله. حد قالك اشتري بدله؟ وبعدين هو حد كان قالك تروح تصرف كل ده وتروح لها؟ يا راجل هو في حاجه اسمها اصلا اللي انت بتعمله؟ يعني انا طالما عملت لي كل ده فمش هيليق تقعد جنبي وانت لابسه نص بنطلون. ده اول حاجه. يعني ما معكش اصلا علشان تشتري بدله، كان كفايه قوي انت اشتريت لها الذهب دبله ومحبس ولا خاتم، كتر خيرك يا سيدي. انت ما معكش وعملت الواجب تمام. وطالما هو الفرح مش في قاعه كان عادي جدا انت تشتري لها طقم شيك كده وتعملوا خطوبه كده في البيت زي ما انتوا عملتوها في البيت، ويبقوا لبسكم متساوي، هي لابسه طقم خروج وانت لابس القميص والبنطلون، وافرحوا زي ما الناس كلها بتفرح وكتير من الشباب بيعملوا كده. ووفر يا عم اللي انت عملته ده كله عشان تعرف تتجوز. وبعدين لما انت مش عارف تأجر البدله امال هتصرف عليها منين وهتفتح بيت منين؟ ولابس دبله فالص. حد قالك اعمل كده؟ وبعدين انا استخسرت في نفسي ورحت جبت لها وعملت، وبعد ما عملت لها كل ده راح تلبس قميص وبنطلون. طب القميص والبنطلون انت لابسهم دول يعني يدفعوا ثمن ايجار البدله، وبدله حلوه كمان اللي هتأجرها. انما ايه اللي انت عملته؟ انت قاصد تعمل ترند ومتأكد اللي انت هتعمله ده البنت مش هتتقبله، او ممكن تكونوا اصلا انت واهلك واهلها من البدايه متفقين على الترند ده. ولكن بحق الله انا حاسه ان البت مش طايقاك. الناس اللي تقولك البت ايه والولا ايه، انا شفت الفيديوهات 1000 مره. البنت من اول ثانيه البت مش طايقاك اصلا، البت اللي عايزاك. وبعدين انت كل شويه توطي تبوس ايديها وتوطي تبوس لها راسها وتوطي انت باي حق؟ انت لسه بتخطبها. ايه البوس والاحضان؟ ايه يا عم هو في ايه؟ هي الدنيا سبهلله كده قدام الكاميرات والناس تتفرج عليكم عادي كده؟ وبعدين البنت كملت الموضوع مش طايقاه، والناس اللي قاعدين في الكوافير قالوا ده قلبت وشها بالشكل ده. مش قلبه طبيعيه، دي واحده كره شكلك وريحتك واسمك وكرهه كل حاجه ناحيتك. ده يعني مش قلبت وش ان هي قلبه عشان البوكيه الورد وانك داخل من غير بدله. هي حقها مبدئيا، هي حقها لو كان الكلام، ولكن لا دي مش طايقاه. وبعدين ده احنا بنحب بعض، ده احنا قرايب بنحب بعض من زمان واخدين بعض على حب. هي لو بتحبك اصلا وداخل لها لابس البيجامه ما كانتش هتعمل كده.
هي عارفه ظروفك وعارفه ان انت ما معكش وعارفه ان انت صرفت اللي معاك عليها، ده لو انتوا زي ما بتقولوا يعني. ولكن ده البنت مش طايقاك اصلا، مش متقبلاك. وبعدين بعد ما يروحوا من البيت عملوا الفرح وخلصوه، تتصل البنت بالكوافير تقول لهم هو انتم، انا عايزه الصور والفيديو. فالراجل مرضيش ينزل الفيديو، شاف ان المنظر يعني هو مش هيبقى في صالحهم، ان العروسه كره العريس وقرفانه منه. فالراجل صاحب الكوافير قال له يعني الفيديو ما يليقش ان هو يتنشر، يعني هو هيعمل لهم فضيحه يعني. وفعلا ده المنظر يعني مش حلو ابدا. خدت الفيديوهات، بعتها لها واتس، خدت الفيديوهات والصور وهي والعريس اتفرجوا عليه. خد هو الفيديوهات نشرها على الصفحه هو واصحابه، قلبوا السوشيال ميديا بالفيديو وبالصور. وبعدين كان لازم الميك اب ارتست ينشره من عنده. راح هو تاني يوم بيودي الحاجه الاكسسوارات بتاعه العروسه، مفروض انه بيسلمها وبيمشي على طول. وده اللي صاحب الكوافير جاب الفيديوهات وعرضها للمواقع الاخباريه، وهو واقف مستني وبيقول له انت ما زعتش الفيديو ليه؟ زيع، يعني هو رايح هو بطلبه زيع. فالراجل زاع، هو ماله؟ ده انت صاحب الفيديو وانت اللي طلبت. اللي طلع يقول ده احنا هنقضيهم، احنا هنرفع عليهم قضيه باي حق. يعني انت رايح من البدايه بتقول له خد اللي انت عايزه، انا عايز يا عم ترند. انت قايل للراجل انا عايز ترند. الراجل لا خايف منك ولا خايف من القضايا اللي انت بتقول عليها، وبيقول لك انا هرفع عليك قضايا وهقضيك علشان انت اللي عايز تعمل الترند. وبعدين تيجي المواقع الاخباريه بتصور مع البنت، يغصبوا على البنت واضح جدا ان البنت مش متقبلاه ولا طايقاه، ومكملين الغصبانيه عليها. يجيبوا الواد يقعدوه جنبها بيحبوا بعض، والواد يوطي يبوس ويمسك ايديها ويبوس ايديها، والبنت بتزقه. البنت مش طايقاه، ويجي ابوها بتحبيه ولا لا، بتحبيه ولا لا، ويصغدها علشان تقول بحبه. ايه اللي بيملوها ويلقنوها؟ ده بتحبي وبتموتي فيه ولا لا؟ ده بتعشقه، ردي قولي بحبه. لا، وده كاتبه اسمه ام محمد، وكل ما يتمسح تكتبه. اذا كانت دي حنه ده تاتو، ده يعني كوافيره هي اللي عاملاه، بتمسح ايه وبتكتب ايه والفيديو باين قوي 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 ان البنت مش متقبله حتى الفيديوهات اللي بتتعمل، وعماله تبص لهم وبتزقه برضه. هو عمال بوسها يا محمد. ايه اللي بوسها يا محمد؟ ده انتوا حتى فلاحين يعني عيب حتى وانتوا طالعين قدام المواقع الاخباريه قدام الناس كلها ومصر كلها بتتفرج عليكم، ايه وابوها لازق فيها وماسكها وسايبه يبوس، وتقولوا الفلاحين؟ فلاحين ايه يا عم؟ انت يا عم انت يا ابوها، انت فين النخوه وانت سايب الواد عمال يبوس ايديها ويوطي يبوس لها راسها ويشدها عليه؟ عيب. وانتوا اللي عمالين بالعافيه تقولوا بيحبوا بعض وبيموتوا في بعض، وبعدين تيجي تطلع امها وخالتها يقول لك احنا عايزين يتعمل برنامج والبنت والولد يطلعوا قدام الكاميرات علشان مصر كلها تعرف ان هما بيحبوا بعض وبيموتوا في بعض. واحنا مالنا؟ ومصر مالها اصلا؟ يعني احنا ما يكفيناش المشاكل اللي احنا فيها؟ في مواضيع مهمه كتير. انا مش مضايقني اكتر حاجه التلفزيون، يعني نتنقل من القناه دي للقناه دي والمواقع الاخباريه من الصبح بدري عندهم وبيكلموا امها وابوها وخالتها. ده يعني الشارع كله هما ناقص يعملوا ايه؟ ولسه الترند شغال. اقول لكم حاجه، ده بعيدا عن البنت مش طايقاه ومغصوبه فعلا تعمل اللي هي بتعمله، ده احتمال كبير يكون القصه كلها على بعضها بالبنت بالواد بالاهل والدنيا كلها، ان ده كله ده فيلم معمول. يعني ده ترند مصطنع وواضح جدا، بس ترند بايخ وتافه ورخم ومستمرين، والمواقع علشان ما عندهاش اخبار وما عندهاش اي حاجه تنشرها بيجروا ورا المواضيع التافهه والترندات. واللي بيضايق اكتر ان التلفزيون بينقل من السوشيال ميديا، بيعمل حلقات، لان كل القنوات فارغه.
ما عندهاش محتوى، مش لاقيين حاجه يقدموها. كذلك المواقع الاخباريه، فيطلع واحد زي ده تافه ويعمل ترند تافه زيه، ومصر كلها تتقلب، شويه مع البنت وشويه مع الولد، شويه يتعاطفوا مع الولد. والله يا ابني انت غلبان وطيب واي حد يتمناه، ده كفايه ان انت بقيت نفسك وجبت لها بقيتها عليك، وجبت لها كل اللي نفسها فيه، وجبت لنفسك انت حته دبله ب 40 جنيه ولبست قميص وبنطلون كان مفروض تشيلك على راسها، كان مفروض كذا. امال يا بنتي هتتحمليه ازاي بعدين؟ لا هو اللي يتقال. امال هو هيفتح لها بيت منين لما هو لابس دبله صفيح ولابس قميص وبنطلون؟ اللي زي ده هيصرف عليها منين؟ يعني كلكم خليكم حقانيين. اذا كانت البنت رافضه يبقى المنطقي والطبيعي ما تزوقنيش وتدفع لي ثمن ايجار الفستان والميك اب ارتست واتفاجئ بيك داخل لي، ده لو الموضوع طبيعي يعني، داخل لي بقميص وبنطلون. طب ايه الفرحه اللي انت بتفرحها لي؟ لبستني فستان حلو وبتحرجني وانت داخل بقميص وبنطلون. طب يا اخي وانت مالكش حتى اصحاب يسلفوك بدله؟ ده انت لو كنت هتاخد من صحابك تستلف وتأجر بدله ولا كنت تعمل كده، لكن انت قاصد عروسه تتزوق، عروسه اموره تتزوق وتتلمع وتعمل زي كل البنات، وتيجي انت جنبها تلبس قميص وبنطلون. فده بقى يعني ايه المنظر اللي هيخلي الناس كلها تتكلم؟ وتيجي البنت بطبيعتها هي شكلها مش طايقاك، والله اعلم بان هي بتمثل الليله كلها ترند عشان توصلوا لهدف معين. في الاول وفي الاخر البنت من الواضح انها ولا هتتجوزك ولا بتحبك، وقدام الكاميرات ده بتعشقه وبتموت فيه، قولي بحبه قولي بعشقه. طالعه مع نهال طايع في التلفزيون في مداخله وتقول انا مش عارفه اللي بيعملوه ليه، الكلام اللي بيعملوه ده هو نشر الفيديو واحنا ما كناش عايزينه ينشره وهنقضيه. لا يا شيخ والله. وتطلع عامله فيديو لوحدها وتقول انا العروسه بتاعت كفر الدوار، الناس اللي بتعمل وبتسوي وبيقول، وبتقرا ورقه، بتقرا الورقه ومتمنتج كل شويه تتقطع وتكمل. وانتظروني في فيديو جديد. يا شيخه لسه هيستنوكي كمان في فيديو جديد؟ ده لسه الترند شغال بقى وانت كل شويه تطلعي استنوني في فيديو جديد. ده اللي هو ازاي يعني؟ الكلمتين بتوعك انت بتقولي انت بتحبيه، احنا الاتنين بنحب بعض، وبتوصفي ان الليله دي كلها اتفهمت غلط. يا جماعه هيستنوكي في فيديو جديد ليه؟ ليه يا حبيبتي؟ واهلك اللي مستنيين المواقع التلفزيون ياخدوكي انت وهو ويقعدوكوا وتقول طبعا انت يعني لو احنا هنتكلم بقى ريهام سعيد تجيبكوا وتقعدكوا وتقول لكم انتوا بتحبوا، احنا بنعشق بعض، ده احنا قرايب وبنحب بعض من سنين وبنتمنى اليوم ده، مش كده؟ يعني هو الترند العبيط ده هينتهي امتى؟ انا مش عارفه. لكن في الحقيقه انا عن نفسي انا لا متعاطفه مع البنت ولا مع الولد، وشايفه ان الموضوع اتفه من ان حد يتكلم على الموضوع ده تاني. كفايانا قرف كل يوم والتاني عروسه تطلع تمثل عريس عمال يقول لك اتخطف وهو متجوز ومخلف. كفايه بقى قرف يا جماعه. احنا عندنا مواضيع اهم بكتير من الترندات المقرفه اللي انتوا بتعملوها دي. انا بشكركم جدا والسلام عليكم ورحمه الله.